تامر حسني في لقطة إنسانية بيعلن تكفله المادي بشكل كامل لإبراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك. طبعا زي ما كلنا عارفين إبراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك أصيب بمرض السرطان اللي بيستدعي طبعا إن هو ياخد كيماوي بشكل مستمر، وبالتالي بيفقد وزنه بشكل كبير جدا. مؤخرا بقى إبراهيم شيكا بقى قاعد على كرسي متحرك، وأصيب كمان بانسداد في أمعاء البطن، لدرجة إن الدكاترة بيركبوا له أنابيب علشان يسحبوا السوائل من بطنه. طبعا إبراهيم شيكا كان طالع من فترة وعمال بيستنجد بالناس وبيقول محدش واقف جنبي، محدش بيدعمني بشيء، محدش بيساعدني ماديا، إلى أن ظهر طبعا تامر حسني وقال له ان دكتور اشرف صبحي من الدكاترة الممتازة، وان هو بس ما بيردش على ابراهيم شيكا عشان انشغاله والكلام ده كله. لكن تامر حسني قال له انا معاك في كل حاجة هتعملها. تامر حسني بيدعمه ماديا وبيدعمه نفسيا. كمان نزل ده في ستوري على الانستجرام، وقال له في الاخر هات رقمك، وقال له طبعا كل سنة وانت طيب، ودعاله في الاخر. طبعا ربنا يشفي إبراهيم شيكا ويعافيه ويجازي تامر حسني كل خير. راجل دايما مواقفه الإنسانية معروفة عنه، مواقفه الإنسانية بتسبقه دايما. ربنا طبعا يجعله في ميزان حسناته، وربنا يتم شفاء إبراهيم شيكا على خير.